والأخوات، حقيقة ثمة حيرة في الحديث عن الراحل أبو فرهاد، صاحب القلب النقي والودود، رجل المثل العليا والأخلاق والمبادئ، الذي عرجت روحه إلى الرفيق الأعلى بزاد نضالي وطني وفير ومعطاء وسخي، وبإيمان راسخ لم يلين إن الحديث عن أبو فرهاد لن يفيه حقه. وكيف سنختصر حياته الذي أمضاها في خدمة شعبه الكردي وقضيته العادلة، مناضلا جريئا شامخا، وبرحيله عنا قد خسرنا قامة كردية أصيلة، خسرنا أخا عزيزا ووجها حبيبا وكبيرا من كبار ذاك الزمن النضالي الجميل الذي كان فيه للقيم والنضال معنى ودلالة، مناضلا كبيرا لا حدود لنضاله وصبره وتفانيه. ومهما سيقال عن أبو فرهاد، هذا الرجل المتميز الوفي الصادق